اهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ هنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل كيكة مختلفة شوية عن الكيكات اللي احنا بنعملها، بس النتيجة حلوة جدا، هشة جدا زي ما انتم شايفين كده. وطعمها خطير. هنعمل كيكة الحليب المغلي بالزبادي والبرتقال. طبعا يعني هي دي الكيكة بتاعتي المعتمدة اللي انا بعملها بالزبادي وبالبرتقال، بس المرة دي فيها تركة حلوة جدا وهتديكي نتيجة افضل 100 مرة من الكيكة العادية. زي ما انتوا شايفين، بصوا الهشاشان بتاعها طرية جدا، من اجمل الكيكات اللي انا عملتها بجد بجد. حلوة جدا، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله النتيجة طلعت معاكم ايه. طبعا يعني كيكة الحليب المغلي هي ناس كتير تعرفها وناس كتير بتعملها. الشيف نادية السيد حبيبتي طبعا عاملاها وحلوة جدا، بس انا اخدت تركة اللبن المغلي وعملتها على الكيكة العادية بتاعتي، ودي كانت النتيجة حلوة جدا 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 بجد، هتعجبكم. يلا بقى مع بعض كده نشوف المقادير والمكونات بتاعة الكيكة ايه هي. هنبتدي مع بعض، هنشوف المكونات. المقدار ده للصينية اللي انا هشتغل فيها بياخد 1.5 كوباية سكر. زي ما انتم شايفين، لو هتعملي نص المقدار يبقى 1.25 كوباية، وكده السكر بيبقى تمام ومظبوط جدا. هحط كمان نص كوباية سكر في شفشق الخلاط كله هنشتغل. او تقدري تشتغلي بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء، اي حاجة عندك تقدري تخفقي بيها. بس المتوفر والاسهل لكل ست بيت هو شفشق الخلاط. عندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هحط لهم معلقة فانيليا سايلة صغيرة او معلقة فانيليا باودر سيان، الاتنين زي بعض. هنزل بيهم على السكر في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اخفق الخليط ده لغاية لما لون البيض يفتح والسكر يدوب معايا. هخفق كده في الخلاط زي ما انتم شايفين لغاية لما احس السكر داب ولون البيض بقى لونه كريمي فاتح كده. في الوقت ده انا بنخل الدقيق مع البيكنج باودر، 2.5 كوباية دقيق مع باكو بيكنج باودر كيك شيف. هنخلهم كويس، و يعني خطوة النخل دي مهمة جدا علشان بندخل هواء للكيكة عشان تديني النتيجة افضل. هقلب كده مع بعض كويس، وهنزل في الوقت ده ببشر برتقانة، الطبقة الخارجية بس بتاعة البرتقال. النكهة بتاعة القشر دي بتدي الكيكة ريحة وطعم حلو جدا. انا في الوقت ده معايا زي ما انتم شايفين كده الخليط افتح. هنزل عليه ب1/4 كوباية زيت، وعايزة اقول ان الكوباية المعيار اللي انا بشتغل بيه هو اللي انا قست بيه او عايرت بيه كل المكونات. عايرت بيه الدقيق وعايرت بيه الزيت ال1/4 الكوباية، وهعاير بيه اللبن وعصير البرتقال. هضرب الخليط تاني في الخلاط مع عصير البرتقال مع الزيت سوري، لغاية لما المكونات تندمج. في الوقت ده هكون مجهزة 1.25 كوباية عصير، عبارة عن عصير برتقال. البرتقانة اللي احنا بشرناها هنعصرها، هنعمل 1.25 كوباية عصير برتقال مع كوباية زبادي صغيرة. في الوقت ده هكون مجهزة معايا ربع كوباية لبن، حطه في كنكة بالشكل ده. هي دي تركة اللبن المغلي. هنغليهم
يعني لو انا كملت كوباية البرتقال مع الزبادي، دي كوباية الا ربع، لو ضفت شوية اللبن اللي في الكنكة على خليط الزبادي والبرتقال هيعملوا كوباية. فانا هحط دلوقتي البرتقال والزبادي على الخليط في الخلاط، وهخفق تاني وهنزل بيه على الدقيق. في الوقت ده هنعمل كأن يعني الكيكة عادية جدا. هناخد بقى اللبن، ربع كوباية اللبن، هنحط فيها معلقتين كبار زبدة زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين 2 معلقتين زبدة بالشكل ده. وهرفع اللبن بالزبدة على النار لغاية لما يغلي والزبدة تدوب في اللبن، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هاخد اللبن زي ما انتم شايفين كده، هحطه على النار علشان يغلي مع الزبدة. وفي الوقت ده هنزل بالخليط اللي انا عملته في الخلاط على الدقيق، وكده اقلب كويس لغاية لما يندمجوا. هنحس ان قوام الكيكة تقيل شوية لما نضيف لها اللبن المغلي مع الزبدة، القوام بتاعها هيتظبط جدا جدا، وهيبقى قوام المظبوط للكيكة. زي ما انتوا شايفين الكيكة كده تقيلة شوية معايا، ربع كوباية اللبن المغلي هتظبطها. ودي التركة اللي عايزاكم تجربوها، حلوة قوي قوي ومخلية الكيكة فعلا يعني خطيرة. كده اللبن غلي مع الزبدة، ما نخافش هننزل بيه بيغلي على خليط الكيك، ونقلب بسرعة كده. وما نخافش البيض مش هيستوي معانا ولا حاجة، لان احنا خافقينه وضربينه مع السكر والزيت، فما نقلقش من الخطوة دي. هبتدي دلوقتي ادهن قالب زي ما انتوا شايفين كده، وهصب خليط الكيك ده فيه، وهدخله الفرن على درجة حرارة 160 أو 180، كل واحدة على حسب الفرن اللي عندها. على الشبكة الوسطانية، مش هفتح على الفرن على صينية الكيكة دي، مش هفتح باب الفرن قبل مرور 20 دقيقة، بحيث ان انا احافظ على الكيكة ما تهبطش مني. هدخلها الفرن، طبعا الفرن انا مشغلاه قبليها ب10 دقايق، واخدت مني حوالي 35 دقيقة. ودي كانت النتيجة بتاعتها، شايفين لونها وجماله. هنقطع بقى دلوقتي قطعة كده مع بعض، والقطعة دي هوريكم قد ايه هي طرية وهشة وجميلة جدا جدا. هحاول بس نقطعها من نص الصينية بالشكل ده، احاول اطلعها بس ايه يا رب ما تتفرفتش مني، بس هي مش هتتفرفت لان اللبن المغلي مديها زي قوام فلافي كده، او هش كده، تحسي ان هي عاملة زي السفنجة. هنشوف دلوقتي مع بعض اهو بالشكل ده. ودي كانت نتيجة الكيكة. اتمنى ان الكيكة تكون عجبتكم وتجربوها، واعملوا التركة بتاعت اللبن المغلي دي، وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة قبل ما امشي، وتفعيل الجرس. باي باي، مع وصفة جديدة في مطبخ هنا.